السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مع وصفه جديده غادي نشارك معكم تحت الطلب ديالكم. كرواسون وشنيك في دقه واحده، كيجيو لذاذ وهشاش ومورقين بواحد العجينه سحريه اللي كتجي طريقه سهله مبسطه. اول حاجه نبداو بمقادير طريقه التحضير. كنحتاج نصف كيلو ديال الفورص يكون سبيسيال، معلقه ديال السنيده ومعلقه ديال الزبده كاضافه. صراحه كتخلي العجينه كتكون رطيبه، ومعلقه ديال الخميره الفوريه، وهنايا معلقه لا راس المعلقه ديال الملحه، عفوا ماشي معلقه، راس المعلقه ديال الملحه. وكنعجنوه بالماء دافي حتى كتجمع العجينه مزيان. تتكون العجينه شويه رطيبه، ما تكونش قاصحه، يعني تكون رطيبه وبحال حاولوا تدلكوها وتكون رطبه بهاد القوام ديالها. كناخد العجينه في نفس الوقت اللي خرجتها من العجانه غنبدا ندلك فيها، كنرش الدقيق وكنبقى ندلك بالدلاك. هاد الطريقه جديده، صراحه هذه ماشي طريقه الاعتياديه ديالتي، ولكن درت هاد الطريقه حتى هي عجباتني، حتى هي عطاتني واحد النتيجه زوينه وقلت نشاركها معاكم. صافي هنا غادي ندلك بالدلاك، تطلق العجينه مزيان. هذه طريقه ديال العجين المورق، ولكن كتجي سهله دغيا كتخدميها، ما كتسنيش ديرها في الثلاجه ولا تتبرد بزاف. صافي هنا خديت الزبده، هنايا خديت 120 غرام ديال الزبده لذة. دلكتها بالدلاك ما بين بلاستيكات حتى رجعتها بحال على شكل مربع ولا مستطيل. وغادي ناخذ دابا العجينه وغنغطي ديك الزبده ديالتي بالعجين بالطريقه هذه. صافي غادي نشد الدقيق، نرشها بالدقيق وغنبقى ندلك فيها على شكل طولي بالطريقه هذه حتى الزبده تشد ليا في العجين. غنعاود نرش الدقيق ونعاود ندلك على الشكل، نعرضها واحد شويه وعاد باش غنشدها ندلكها على شكل طولي بالطريقه هذه، يعني العكس ديال الاول. ونعاود نطويها، غنرش الدقيق يعني ما غندخلهاش الثلاجه، نرشها بالدقيق مزيان وغنبقى ندلكها على شكل العكس يعني الطول بحال هكا، ونحلها واحد شويه من العرض ونعاود نطويها نطولها مازال عاد باش نطويها باش الزبده تشد ليا في العجين. والعجين يعني تكون فيه بزاف الورقه، علاش كيقولوا عجين مورق. كدلكي من هاد الجهه ومن هاد الجهه باش الزبده تكون يكونوا طبقات ديال الزبده. صافي هنايا غادي نديرها في بلاستيكه وغنوضعها في الثلاجه ونخليها تبرد تماما باش ملي نبغي نخدم بها تعطيني تكون مرتاحه، الزبده تكون بارده كتخلي العجينه تكون تجي زوينه. صافي هنا غنرش الدقيق باش ما تلصقش ليا شي حاجه، وغادي نشدها. غادي نقسم هاد العجينه على جوج، غادي ندير فيها جوج اشكال، يعني غادي ندير فيها هما الشكل ديالها كيفاش كتجي، راه كتجي مورقه، كتبان لك ورقه على ورقه والزبده بيناتهم كما شفتوا. صافي هنايا غادي ناخذ نص غادي ندير فيه شنيك ونص غادي ندير فيه فوري. هاد الشكل ديال هنايا الاولاني غادي ندير فيه غادي ندلكو مزيان بهاد الطريقه هذه وندير فيه شنيك. غنحاول ندلكو على شكل مستطيل باش يعطيني الكميه كثيره. بهاد الطريقه دي ما غاديش نطولو بزاف، يعني غنعطيه العرض اكثر من الطول. بهاد الطريقه هذه نحاول ندلكها تكون رقيقه، يعني العجينه غتكون رقيقه ليا ما تكونش غليظه ولا، وغتعطيني واحد الحجم كبير ونفس الوقت تعطيني كميه كثيره. صافي هنايا غادي ناخذ القطعه ديال البيتزا اللي كان صراحه كنعتمد عليها بزاف في رمضان. غادي ناخذ الشوكولات ديال كرواسون ولا اي شوكولات متوفر عندك في الدار، ولكن الشوكولات كيجي زوين في الشنيك وكرواسون ولا فوري. صافي نقطعها على شكل شرائح بهذه الطريقه هذه، وغادي نوزع الشوكولات على الاطراف بهذا الشكل، جميع الاطراف يعني حتى من الوسط. غنحاول نوزع الشوكولات مزيان عليها كامله، حيت صراحه كتجي زوينه كانت فيها الشوكولات كثير. ملي توفر عندك الزبيب ولا شي حاجه بامكانك ديريها الوسط كتجي زوينه حتى هي. صافي هنايا بعد ما وزعت الشوكولاته عليها كامله، عاد باش غنبدا نلوي بنفس الوقت غنبقى نلوي النيشان ونطوي بهذه الطريقه هذه ونلوي بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله شاركتها معكم من قبل. صافي هنايا غادي نلوي بحال هكا ونعاود نلويها تتولي على شكل حلزون حتى نكمل الكميه ديالتي كامله. وبالنسبه هاد العجينه كتخليها تخمر كتضاعف في الحجم ديالها. صافي هنايا غادي نلويها ونحطها في لاطه باش تخمر ليا تقريبا. ما كتاخذش بزاف الوقت في الخميره، يعني كتخليها تقريبا شي ربع ساعه حتى 20 دقيقه كتلقيها اختمرات على حسب الجو. الا كان الجو سخون دغيا كتخمر، ولكن الا كان البرد راه كتبغي الوقت. بحال دابا الجو شويه ما بين وبين راه كتخليها واحد نص ساعه بحال هكا 20 دقيقه نص ساعه. هنا العجين الاخر النصف الاخر
حتى هو غادي نحلو ندلكو على شكل مستطيل بهذه الطريقه هذه. كنرش الدقيق هو الاول عاد باش كنحلو، وغادي نقطعوه على شكل مثلثات باش ندير فيه فوري بهذه الطريقه. يعني تبارك الله راك هاد العجين راه كتلوح ليا تبارك الله كميه كثيره. هنا كنقطع واحد الطرف من الجناب وندير الشوكولات، وعاد باش نلويها وتحاولوا ما تزيروهاش بزاف، يعني غتلويوها تلويوها بشويه يعني تكون مرخوفه. صافي هنايا نبقى نلوي فيها بالطريقه حتى كتجيني على شكل هاد الشكل ديال الفوري، كتجي زوينه. صافي هنايا نبقى نلوي فيها. كيعجبني الحجم ديالها يكون صغير شويه، ما كتكونش كبيره، يعني كتاكليها صافي كتشبعي. الا بغيتي تزيدك كتزيدك، ماشي بحال كبيره بزاف. صافي هنايا غادي نلويهم كاملين وغادي نوضعهم في اللاطه ديالتي ونخليهم يخمروا. نفس المده اللي كتخمر الشنيك راه نفسها حتى هي فوري، حتى هي نفس الطريقه. صافي هنا غتلويها كامله تبارك الله. لاحت ليا كميه كثيره، لاحت ليا راه يعني 10 يمكن 10 شنيك ولا 20 فيهم كاملين ولا 22 بحال هكاك. هنا بعد ما خمرت ليا غادي ندهنها بالبيض. كناخذ بيضه وحده كنطربها، ما كنديرش البيض البيض ولا صفر البيض بوحدو، يعني كنخلط كلشي وكندهنها من الفوق بهذه الطريقه. صافي كنشعل الفران اللي يكون درجه الحراره 200 درجه. في الاول كيكون سخون، ملي كندخلها كنقص شويه درجه الحراره، كتكون متوسطه ما تكونش بارده، يعني تكون شويه عاليه واحد شويه 220 250 درجه بحال هكاك على حسب الفران اللي عندك. يعني كديري على حجم على درجه الحراره متوسطه، ما تكونش بارده وما تكونش سخونه بزاف كتحرق، ولكن تكون شويه سخونه. والفران خاصو يكون سخون، كنشعلها الفوق والتحت حتى كتبان بالطبيعي بحال هكا كتحمر. صافي كنقص درجه الحراره تخليها طيب على خاطرها، كتجي هشيشه ومقرمشه من الفوق ومورقه ما شاء الله، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا ليا لايك وتشاركوا معايا بالقناه لاول مره يشاهد الفيديو ديالي. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم للمشاهدين الجداد. شكرا بزاف على التعاليق ديالكم، ولا فيديوهات قادمه باذن الله.